عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده هنعمل أكلة سي فود، هنعمل روبيان أو جمبري، وهنعمل كمان كابوريا. أنا كل دولت نقعهم في ايه؟ مية وملح. تمام، جمبري اهو. وهنعمل كمان المحار أو جندفلي على حسب ما بيسموه في البلد عندكم، برضو نقعاه في مية بملح. تمام، بوريكي بقى بنضف الجمبري ازاي. لو انت جايباه اساسا من السوق او من السوبر ماركت عادي، بصي بتدخلي بعد عقلتين كده الخشبه دي بتاعت الشيش طاووق، بتدخلي كده وتروحي شده كده بيطلع لك، بصي حبل رملي اهو لف معايا على الخشبه اهو، وبحطه هنا. هتاكد ان تحت مفيش حته ولا حاجه، حاول برضو ايه ادخل اهو، لقيت حته كمان اهي. تمام، لازم تنضفيه لان لو ما نضفتهوش بيبقى فيه رمله، والرمله ديت بتعمل حصوات على الكلى ومضره. حبيبه قلبي، هعمل الخلطه بقى بتاعه تتبيلات الحاجات الحلوه اللي بنعملها. هنحط بقى ايه؟ بصلايه كده، وهنحط كمان شويه توم حبه حلوين كده، وهنحط كمان فلفل اهو اسماك، يعني فلفل حار. بس هضربهم لك بقى واعملهم لك. بعد ما حطيت البصل والثوم حطيت معاه واحده طماطم، وحطيت كمان جزرايه، ودلوقتي بحط كزبره اهو. كرفس؟ ما لقيته مش كرفس، كزبره. الصراحه كنت بعت اجيب كزبره وبعدين ما لقيناش عند قصدي كرفس. كنت بعت اجيب كرفس وما لقيتش، فجبت كزبره بقى. فاللي لقيناه بقى انت ممكن تعمليه بكرفس يبقى احلى. هضربها واوريكي هعملها ازاي. حبيبه قلبي، بعد ما ضربتهم في الكبه زي ما انت شايفه كده، بحط عليهم البهارات دي. البهارات دي عباره عن ايه؟ بصي، دي شطه حاره. طبعا الاكل الاسماك ما يحلاش الا بالحار. ودوت الملح، ودي كزبره ناشفه، وده ربع معلقه سماق، ودي كركم، ودي كمون، وده ملح. الخمس حاجات دول، 2 4 6 حاجات دول اساسي الاسماك. هنحطهم على الخلطه بتاعتنا. تمام، وتلبسي بقى جلافز او جوانتي وتلفي بقى عشان هي حاره. بس انا ايه الصراحه الجلافزات خلصت من عندي. شايفه كده، وتسيبيه كده قبل ما تطبخيه كده نص ساعه. وده نفس الحكايه اهو. ايه يا ناني الجمال ده؟ شايفه الريحه؟ قصدي شامه الريحه اهو، شايفه. وبعد كده هنزل برضو على الكابوريا بتاعتي دي، واقعد ادعك ادعك. مش هاخدها كلها، هسيب حبه هوريكي هعمل بيهم ايه. سبتهم نقعوا زي ما انت شايفه كده حوالي نص ساعه، وبعد كده بديهم عصره ليمونه. تمام اهو. وحطيت كمان على الروبيان كمان ليمون. تمام، وهدي كمان رشه ملح تاني، يكون محتاج شويه ملح. اوكي، وبعد كده هحطه ده في الفرن، هشويه وهحطه ايه عليه بقى ايه الفويل بتاعي. هغطيه بفويل وادخله في الفرن على درجه حراره 180. هيقعد معايا حوالي تلت ساعه، وهتاكلي احلى كابوريا في الكون. هتجيبي حله على النار وتنزلي فيها الزبده كده. تمام، وهروح منزله الخلطه اللي انا عامله منها للاسماك اهي. هنزل كده. تمام، شايفه بعد ما شوحته؟ بصي التشويحه عامله ازاي، والجزر والكرفس او الكزبره الخضراء عامله ايه. بنزل بقى بالجمبري بتاعي برضو بالتتبيله بتاعته، وبعد كده هحط له لتر ميه سخنه واسيبه بقى يستوي، واوريهولك بعد ما يستوي. بصوا يا بنات نشف ازاي. بنزل عليه بلتر ميه سخنه، وتدوقي احلى جمبري بالشوربه بتاعته تجنن. هسيبه يغلي بقى. وهنا حطيت على الطاسه دي نص معلقه زبده، وبنزل عليها قبل ما تسيح الجندوفلي بتاعنا القمر ده بالتتبيله بتاعته دي. شايفه دي شكل الوصفه بعد ما خلصت معانا.
استوى دوت في الفرن، شلت منه الفويل اخد لون، ودوت حطيته اهو. وبصي بقى الجمال، والجمبري مستوي معايا ازاي، بصي الطعامه